اهلا بيكم في قناه طبخه وفكره. النهارده معانا الفيديو مليان افكار ان شاء الله هتعجبكم. اول فكره النهارده، عندك ازازه فاضيه بتاعت الحاجه الساعه زي ما انت شايفاها كده. بتبداي تمليها دقيق. بتمليها ازاي؟ بالمعلقه لحد الكميه اللي انت عايزاها، وبتيجي بتسخني شوكه على النار وبصي بتخرميها من فوق. دي هتنفعك في ايه بقى؟ لما تيجي مثلا تبدري للكيكه عشان ما تلزقش، هتاخدي الكميه اللي انت عايزاها من غير ما تنيلي الدنيا. بصي معاكي اهو بصي اهو في الصينيه. ممكن لما انت عايزه تيجي تفردي عيش، بتحطي شويه على الرخامه كده وتفردي العيش. بتنزل عايزه تقلي شويه سمك، عايزه شويه دقيق في طبق، مش هتهدري ومش هتنيلي الدنيا. يا رب الفكره تكون عجبتكم. معانا الفكره التانية النهارده. بصي عندك علبه فاضيه زي دي كده، علبه مربى، علبه حلاوه، اي حاجه تكون بس بلاستيك. تجيبي شوكه، بصي بتخرميها من فوق. انا مسخنه الشوكه جامد عشان تتخرم معانا بسرعه. لو اول مره تشوفيني، انا اسمي فاطمه، اتمنى تدعميني باللايك والشير وتشجعيني. بتجيبي منديل من تحت وتحطي بصي شويه ملح. الملح ده ليه؟ الملح ده بيطرد اي طاقه سلبيه. وهنا بتحطي اي معطر عندك دوني سايب زي اللي انا حطاه كده، وبتقفلي، وبكده تبقى عملتي احلى معطر طبيعي ومن غير اي تكاليف. هتحطيه في دولابك، في دولاب ولادك، في دولابك، هيطلع لك احلى ريحه. يا رب الفكره تكون عجبتك. النهارده لو ما عندكيش مايكروويف، انا جبت لك الحل. بتجيبي حله على النار زي ما انت شايفه، بتغلي فيها شويه ميه كده، وبتحطي عليها مصفى من فوق. بتفضلي تسخني العيش لو لسه مطلعاه من الفريزر. وعلى فكرة ممكن تسخني فيها سمك، ممكن تسخني فيها محشي، ممكن تسخني فيها رز، بس بتغطيها بقى من فوق عشان تسخن على البخار. ودي بقى اقل التكاليف وحاجة صحية وحاجة في البيت. ما تنسيش اللايك لاختك. الفيديو مليء افكار، استني معايا للاخر ان شاء الله تطلعي لو مستفيده ولو بفكره واحده. بص هنا عندك اطفال ومثلا بيدخلوا يلعبوا في الاوضه والباب بيتقفل عليهم. جبت لك الحل. بتجيبي توكه زي ما انت شايفاها كده، وبتفضلي بتحطيها من الاكره دي للاكره دي. بصي بتظبطيها على اللسان عشان تدخلي اللسان لجوه. بالطريقه دي اللسان مش هيطلع تاني ومش هيتقفل على اولادك. بصي استحاله يتقفل على اولادك. لو عجبتك لايك وشير وتشيروا الفيديو وتشجعوني. بصوا الفكره الاخيره معايا. لو انت في مصيف وما عندكيش صبانه، او انت في البيت وما عندكيش طبق تحطي فيه صابون، هتجيبي ازازه طويله زي ما انت شايفاها كده، ازازه الحاجه الساقعه، وبتبداي تقصيها من النص اتنين. وبتجيبي النص اللي تحت تحطي فيه الصابون لحد ما يرغي. وبتبداي تجيبي لفت المواعين اهي، وبتستعمليها بتغسلي بها مواعينك كلها. تاخدي بقى صابون وتغسلي بها المواعين كلها. وبعد ما تغسلي بها المواعين، بتجيبي البص القطعه التانيه بتحطيها فوق، وبتحطي فيها الايه، الليفه كده. الليفه مش هتعفن، مش هتبقى مبلوله. لو عجبك الفيديو لايك وشير.